قول لي يا بودي، انت عملت ايه في شعرك اصلا؟ مدرسة بقى. المدرسه ربت. جبت لها ايه في عيد الام؟ أنا هديتها. مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم من داخل ملعب كره القدم. هنتعرف النهارده بكابتن اسماعيل شاهين. كابتن اسماعيل شاهين لاعب كره قدم في المقاولين العرب والشرطه سابقا. اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا كابتن هبه، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب الاول. وانت طيبه كده، ورمضان كريم عليكي كده وعلى الامه المصريه اجمعين بخير. كابتن اسماعيل، دلوقتي عرفنا كده ايه اخبار النوادي وايه اخبار الكوره المصريه عموما، يعني ايه اخر حاجه وصلنا لها؟ والله الحمد لله كده، ربنا يكرم ان شاء الله كده، يبقى الموسم الجديد كده يبقى فيه حاجه كويسه ان شاء الله. وان شاء الله كده احنا ماشيين بخطوه ثابته، وان شاء الله كده ربنا يسهل الحال في الايام اللي جايه ان شاء الله كده. اخر ماتش كان ايه؟ ماتش الدوري. والله هو الماتش الاهلي امبارح هو اللي لاغي الدوري، وهو اللي موقف كل حاجه يا كابتن هبه. بس احنا كنا نبارك لمنتخبنا الوطني مصر، الحمد لله ربنا سهل الامور. ولقاء الاهلي امبارح ربنا سهل الامور يعني الحمد لله. عايزين نعرف النهارده كده ايه اللي بيدور النهارده جوه الملعب، عرفنا كده تفاصيل سريعه. النهارده احنا من داخل اكاديميه الابطال، دي الاكاديميه الخاصه بيا، وانت النهارده شرفتنا النهارده داخل الاكاديميه. وان شاء الله كده يوم رياضي، يوم يعني زي ما بيقولوا يوم كروي رمضان، يعني الناس صايمه برضو واللاعيبه برضو مش على اعلى مستوى برضو، وربنا يكرمها في اللي جاي ان شاء الله. ما انا شايفه اللعيبه، بس ممكن تقول لنا بس سريعا كده يعني اعمارهم ايه؟ بيبتدوا من ايه هنا؟ من سن كام لكام؟ والله الاكاديميه يا كابتن بتقبل مثلا من 2011 و9 لحد 2006 و2005، دي كل الاعمار. حابب تضيف حاجه مثلا لاي حد عايز يلعب يبتدي كوره؟ تحب توصل لهم رساله معينه مثلا لو مش عارف يبتدي منين؟ عايزك توصل لهم رساله، يعني يعملوا ايه اللي بيلعب اوريدي؟ هو واحد بيلعب كوره اوريدي، يعمل ايه بقى مثلا؟ بيشتغل على نفسه ازاي مثلا؟ والله انا اوصل رساله مثلا لجميع لاعبي كره القدم اللي هو السن اللي هو لسه مبتدئ، اللي هو يحافظ على نفسه وما يسهرش يا كابتن. ولكل اي واحد مثلا بيتمرن كويس واللي بيسعى ربنا بيكرمه، وربنا مش هيضيع تعب حد يعني يا كابتن هبه. يعني المفروض يلعب قد ايه في الاسبوع اللاعب المبتدئ؟ هو عموما التمرينات بتبقى 3 ايام في الاسبوع، مثلا حد وثلاث وخميس، على حسب يعني على حسب النموذج التدريبي اللي هو بيبقى ماشي معاه، تمام. وعموما يعني بيبقى في مثلا فتره اعداد، مثلا بيمشي بالتخطيط المدرب يعني يا كابتن. معلش سؤال اخير كده قبل ما ننهي معاك يا كابتن اسماعيل، بالنسبه للاشتراكات هنا داخل الملعب. والله بالنسبه للاشتراكات وبالنسبه لدي احنا بنعتمد على اول حاجه يبقى لعيب كوره بعيدا عن الاشتراك وبعيدا عن اي حاجه. اهم حاجه يعني قصدي اشتراكات رمزيه ولا هي رمزيه، مثلا حق الملاعب بس وخلاص، غير كده احنا بنبقى واقفين معاهم بدون اي مقابل خالص يا كابتن. بيستلموا لبس وكده ولا هو بيستلموا لبس وكده، بس احنا والله يعني احنا بنبقى معاهم كده بحاجات رمزيه بس وخلاص يا كابتن. احنا اتشرفنا بيك كابتن شاهين النهارده، وكل سنه وانت طيب، وان شاء الله نشوفك في ملاعب تانية ان شاء الله. معانا لقاء اخر مع كابتن اخر. معانا كابتن ابراهيم طه، صقر اسكندريه، نتعرف بيه ونرحب بيه طبعا في ملعب كره القدم. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك. كل سنه وانت طيب طبعا، مش من رمضان وكده، صايم ولا ايه؟ لا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. واللعيبه اخبارهم ايه؟ صايبين؟ لا كله تمام، لعيبه صايمه وكله تمام. كله تمام، يعني مش بيرهقوا اصلا من اللعب في رمضان؟ لعيب الكوره عمره ما يرهق، لعيب الكوره بيبقى جاهز، سواء صايم فاطر بيبقى جاهز في اي وضع. في اي وقت. طيب مبدئيا كده عايزين نعرف الجمهور عن تاريخك المشواري الفني مع الكوره المصريه. بدات ازاي وعملت ايه ووصلت لهنا ازاي وايه وضعنا الحالي؟ انا والله اشتغلت في كذا نادي كرئيس قطاع وكمدير دمياط، ونادي الرجاء ونادي الضبعه ونادي سيتيا، واشتغلت في العبور، اشتغلت في انديه ومنتخب السويس وغزل السويس. الحمد لله انديه عديده غير الانديه الشعبيه بقى الصغيره يعني. الانديه الشعبيه اللي احنا فيها دلوقتي الانديه، نادي النوبي، نادي الكنوز، نادي ماريا، يعني عديد من الانديه، نادي داوود، في انديه ياما، حتى شركه كابو، نادي جرف حسين. تعرف ازاي او بتكتشف ازاي ان ده لاعب كره وهو ما بيلعبش اصلا؟ بتعرفه ازاي؟ من دي موهبه، اللعيب الموهبه بيبقى معروف يعني من لمسته للكوره، من التسليم والتسلم بتاعه.
بيبقى لعيب الكوره بيبقى باين من قبل ما حتى ينزل الملعب هو لعيب كوره. اكتر حد هنا ممكن يكون مثلا بيلعب كوره بس تحس ان هو مش متفوق، ده بتحكم عليه بعد فتره قد ايه؟ يعني قد ايه ان انت تقول ان ده مش هينفع يبقى لعيب كوره؟ احنا بندي فرصه واثنين وثلاثه و100 بالنسبه للعيب اللي هو هتحس منه اكتر فتره انت عطيته الفتره بتاعتك خلاص. دي فتره سماح 15 يوم. 15 يوم بتقدر تحكم ان ده هينفع يكمل ولا لا؟ اديله مساحه 15 يوم. بيحضر معانا تدريبات وتجهيزات ومباريات وديه وبيبان بقى مع الوقت. مش عايز تقول اي حاجه قبل ما ننهي الحلقه لاي لاعب كوره؟ اي لاعب كوره موهوب لازم يكون عنده عزيمه ويكون لعيب مستعد ويكون التوفيق طبعا من عند ربنا مستعد ويكون يكون عنده هدف معين زي اللعيبه اللي بتوصل زي اللعيبه المحترفه بيتعب عشان خاطر يلاقي مش هتيجي له كده يعني. احنا اتشرفنا بيك يا كابتن ورمضان كريم، كل سنه وحضرتك طيب. طيب ربنا يخليك، شكرا جزيلا. معانا كابتن ابراهيم طه الملقب بصقر اسكندريه مكتشف النجوم، وكابتن اسماعيل شاهين. كابتن عايزين نعرف منك ايه رايك في المباراه بتاعت امبارح النادي الاهلي والهلال؟ مباراة الاهلي والهلال يعني مباراة كانت قوية جدا، وفريق الهلال ما كانش يعني ند ضعيف، كان ند جامد وفرقة ليها اسمها في افريقيا، والنادي الاهلي نادي كبير ونادي ليه سمعته في افريقيا وليه بطولاته وليه يعني انجازاته في افريقيا. النادي الاهلي مش بيلعب باسم النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب باسم مصر امبارح، دي مصر اللي بتلعب مصر مش النادي الاهلي. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا اهلاوي، انا صريح انا اهلاوي. طب نشوف الكلام ده من كابتن اسماعيل شاهين. والله ولا ماتش الاهلي والهلال السوداني امبارح احنا زي ما توقعنا، الاهلي كان امبارح في وسط جمهوره وسط بيته ووسط يعتبر وسط بلده، وامبارح الاهلي عمل لقاء على اعلى مستوى، وامبارح هو كان يستحق اللي هو يكسب ويستحق ان هو يصعد الحمد لله. متوقع النجاح للنادي الاهلي؟ كنا متوقعين، وحتى كنت انا وانت كنا عاملين لقاء من قبل كده قبل الماتش وكده، وكنا قلنا الاهلي هيكسب ويتاهل والحمد لله ربنا كرم. ومعانا لقاء مع بعض اللعيبه نجوم المستقبل اللي هنتعرف بيهم دلوقتي واحد واحد، وهنشوف ايه طموحهم في اللي جاي باذن الله. نبتدي باول واحد، اسمك ايه؟ اسمي احمد. احمد، عندك كام سنه؟ عندي 13. 13؟ طب انت بتضحك ليه؟ كبير ولا صغير يعني؟ لا صغير. صغير؟ تعالى بس كده تبص للكاميرا، بص للكاميرا يعني. قولي انت اشمعنى لعبه الكوره اللي انت عايز تلعبها؟ عشان بحبها. بتحبها بقالك قد ايه يعني؟ من وانا عندي 5 سنين. في حاجه بقى، في حاجه معاك يعني. بتضحك ليه؟ مكسوف؟ اول مره تقف قدام كاميرا ولا ايه؟ حاسس ان انت عايز تبقى شبه مين؟ شبه امبابي. اسمك ايه؟ ياسين. ياسين، عندك كام سنه ياسين؟ 10. 10؟ تعالى كده بس. 10؟ تلعب كوره بقالك قد ايه؟ وانا صغير. وانت صغير؟ قد ايه يعني؟ كان عندك كام سنه؟ 6؟ انت شايف نفسك انت هتبقى شبه مين من النجوم الكبار؟ كريستيانو. واو، انت عندك طموح بقى. هشوف الماتش بتاعك دلوقتي وهحكم على فكره. تمام. مش عايز تقول حاجه لاصحابك؟ شكرا. قول حاجه كده حلوه لاصحابك، عايز توجه له رساله. لا، لماما. طيب ممكن نشكرها على الهوا ونقول لها شكرا يا ماما؟ شكرا يا ماما. شكرا يا ماما. ماشي. لا قولها بصوت. شكرا يا ماما. طب ممكن نبص هنا ونقول شكرا يا ماما؟ شكرا يا ماما. اسمك ايه؟ اسمي ادم. ايه؟ ادم. انت صوتك عامل ليه كده؟ تعبان. عندك ايه؟ برد. وبتلعب يعني؟ انت عندك برضه بتلعب كوره عادي؟ مش ما ينفعش تريح يوم؟ ولا ده عشان من كتر حبك في الكوره يعني؟ كنت بلعب في الكوره. انت عندك كام سنه؟ 12. 12؟ انت صغير قوي على فكره. الحمد لله. عايز تبقى شبه مين من اللعيبه الكبار؟ كابتن شاهين. كابتن شاهين؟ واو، كابتن شاهين ما شاء الله، ده مثلك الاعلى فعلا. بحييك. مش عايز تقول حاجه لاصحابك؟ اتمنى لهم هم يكونوا احسن ناس يعني. احسن ناس؟ وانت ان شاء الله هتكون احسن واحد في الدنيا. مين؟ ادم ولا بودي؟ الاثنين. انا عارفه ان هو بودي. بودي ماشي. قول لي يا بودي، انت عملت ايه في شعرك اصلا؟ انا اخر مره كنت شايفاك شعرك يعني كان عالي وكده. مدرسه بقى. المدرسه ربت. طيب قول لي بقى كده، اخبار الكوره ايه معاك؟ كويس الحمد لله. طب اخبار الكوره ايه في رمضان؟ احسن حاجه اللعب في الصيام. في الصيام يعني انت صايم ما فطرتش؟ لا افطر ايه؟ ولا بق ميه كده؟ ولا بق ميه ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه. متاكد؟
طيب قول لي كده، حابب نفسك تبقى شبه مين من النجوم الكبيره اللي في المستقبل اللي احنا هنوصل لها باذن الله؟ راموس باذن الله. راموس. عايز تقول كلمه اخيره لاصحابك؟ يطلع لعيب الكوره باذن الله. كلهم يطلعوا لعيبه كوره باذن الله. عشان يتحدوك يعني في اللعب ويبقوا منافسين ليك؟ لا انا مدافع، هم كلهم مهاجمين. مش عايز تقول حاجه لماما او اي حاجه ده على الهوا؟ لا شكرا. جبت لها ايه في عيد الام؟ ايه؟ جبت لها ايه في عيد الام؟ انا هديتها. الله عليك الله عليك. انت اجمل هديه. انت بكاش على فكره. طيب شكرا ليك، واتمنى لك حياه موفقه ان شاء الله. شكرا. معانا اللعيب الاخير ونشوف هيقول لنا ايه في موضوع الكسوف ده. لاعب فهد، اهلا بيك يا فهد. الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ 13. 13. في مدرسه ايه؟ ثروت. سنه كام؟ اولى تامن. لعبت من امتى كره قدم؟ انا عندي 9 سنين. طب انت شايف نفسك ان انت حابب الكرة فهتوصل لمرحلة احسن؟ الله. شايف ده؟ ان شاء الله. مستواك ايه مع اصحابك دلوقتي في الكرة؟ الحمد لله. انت احسنهم ولا أو يعني الوسط بتاعهم ولا ايه؟ شايف نفسك ايه؟ لا احسنهم ان شاء الله. احسنهم ان شاء الله واحسنهم ان شاء الله في اللي جاي. عايز تقول حاجة قبل ما ننهي الحلقة؟ شكرا. شكرا ليكم اعزائي المتابعين، وان شاء الله اتشرف بيكم في حلقات جديدة. استنوا الحلقة الجاية.